ريحة غريبة في العمارة كشفت جريمة محدش كان يتخيلها. في سنة 2023 في الإسكندرية تحديدا، الجيران اشتكوا من ريحة قوية طالعة من شقة في الدور الأرضي. في الأول افتكروا حيوان ميت، لكن الريحة كانت بتزيد مع الوقت، لحد ما في يوم الشرطة وصلت، وصاحب الشقة كان هادي جدا. قال لهم انتوا بتدوروا على ايه؟ مفيش حاجة هنا أصلا. بس لما بدأوا يكسروا أرضية الشقة، الصمت اتحول لصدمة. لقوا بقايا جسامين مدفونة تحت البلاط. القضية اتعرفت باسم سفاح الإسكندرية، واللي كان مرعب أكتر إنه كان عايش فوقهم عادي وبيسلم على الجيران كل يوم. تخيل تبقى ساكن فوق سر بالشكل ده من غير ما تعرف. قول لي بقى، لو حسيت بريحة غريبة في عمارتك كنت هتعمل إيه؟ اكتب رأيك واشترك في قناة حكاوي المجهول علشان تسمع قصص أغرب من الخيال. على فكرة، القصة دي حقيقي وتقدروا تبحثوا عنها. سلام.